بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء في كل مكان، نحييكم ولقاء جديد دائما مع برنامجكم الابطال. دائما من مسمى البرنامج الابطال هم اللي دايما بيخدمهم في كل المحافل الرياضيه وفي كل الانديه ومراكز الشباب وفي الاتجاهات الصحيحه، عشان في النهايه بنشوف هذه الصناعه، صناعه الابطال ما عادش بتيجي بالصدفه، ولكن بتيجي بالعلم والبناء وبالدراسه الاكاديميه وايضا بالتوجيه الصحيح. وكلية التربية الرياضية في كل محافظة أو في كل جامعة بتساعد في بناء الشخصية الرياضية اللي هي بيكون على عاتقها تحمل مسؤولية في السنين القادمة في المنتخبات وفي الأندية. عن دور النهاردة كلية التربية الرياضية وإزاي بتدعم الرياضيين بالكوادر العلمية في كل الاتجاهات، يسعدنا أن يكون معنا ومعكم النهاردة الأستاذ الدكتور حمدي نور الدين منصور، عميد كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا فندم. دكتور حمدي، النهارده احنا بنتكلم عن كلمة كلية التربية الرياضية، الهدف منها وازاي النهارده نستفيد منها بجد، مش مجرد تخرج خارجين يبقوا برضه مش لاقيين فرصة عمل، ما بيلاقوش فرصهم في الأندية ومراكز الشباب. ازاي دلوقتي الكليات بدأت تاخد خطوات إيجابية، سواء كان من نقول نظام التدريس أو نظام التدريب والتخصص، عشان نشوف جيل جديد. تمام يا فندم. احنا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بيشرفني ان اكون مع حضرتك في التلفزيون النهارده. احنا عندنا في كليه التربيه الرياضيه جامعه الفيوم وفي معظم كليات التربيه الرياضيه على مستوى الجمهوريه، جميع الكليات بتبقى فيها 3 اقسام مانحه: قسم الاداره وقسم التدريب وقسم التدريس. تمام. الاقسام دي بتخرج لينا زي ما حضرتك قلت اداري ومدرس ومدرب. من خلال الكليه ومن خلال البرامج والمواد الموجودة في الكلية احنا بنأهل الطالب اللي عندنا في خلال ال4 سنوات ان هو يكون راجل مؤهل لسوق العمل، سواء مدرب او اداري او مدرس في الأندية وفي المدارس وعلى مستوى المنتخبات. ومن خلال بردك البرامج والمواد بتاعتنا احنا بنأهله من خلال دورات متخصصة ان هو يكون من أبرع ما يكون في المجال اللي هو هيتخصص فيه. دكتور، بتشوف النهارده الدراسه في الجامعات خصوصا في كليه التربيه الرياضيه اختلفت ولا ماشيه على نفس النظام القديم، سواء كان في اسس الدراسه او الفترات دايما عندكم بيبقى في عملي ونظري وبيبقى في درجات على اللياقه ودرجات على البطولات، وبنشوف كتير قوي من الكليات ما زال ماشيه على النظام القديم. التطوير عندكم بدأ ازاي؟ احنا حضرتك في كليات لغايه دلوقتي زي كليتنا شغاله على اللائحه القديمه اللي هي النظام الكلاسيك خالص. في كليات ماشيه على كريدت اورز او الساعات المعتمده. الكليات اللي ماشيه على النظام القديم استاذنا الدكتور كمال درويش من خلال اخر اجتماع في لجنه القطاع ان شاء الله هنعمل مؤتمر لتوحيد جميع لوائح التربيه الرياضيه على مستوى الجمهوريه ال25 كليه للبنين والبنات، بناء على توجيهات معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، ان احنا هتبقى لائحه موحده لجميع الكليات بنين وبنات، وهنسيب فيها 20% لكل كليه على حسب الطبيعه الجغرافيه بتاعتها، ان هي تضيف فيها اللائحه او البرنامج المتخصص اللي يخدم اهل البيئه، زي بيئه الصعيد، زي البيئه الساحليه، زي بحري، زي قبلي. كل الكليات تحط 20% من اللوائح اللي تفيد البيئه بتاعتها تحطها من خلال اللائحه بتاعتها. دكتور، بالنسبة بقى للكوادر اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتفيد طبعا في مجال التدريب ومجال ايضا نقول العمل الاكاديمي، هل بتشوف النهاردة بقى فيه كوادر جديدة من خلال طبعا بطولات حاصلين عليها ويستثنوا من المجموع ومن بعض الامتحانات اللي بيلتحقوا بكلية التربية الرياضية، ولا مازال كله خاضع للتنسيق؟ والله زي ما حضرتك بتقول مكتب التنسيق من خلال وزارة التعليم العالي بتعمل حاجة استثناء للأبطال الدوليين والأولمبيين زي ما سعادتك بتقول. الاستثناء ده بيكون استثناء تام كامل من شرط المجموع وشرط الطول. احنا عندنا في اختبارات القدرات بيبقى عندنا اختبارات معرفية واختبارات بدنية واختبارات مهارية واختبارات طبية. الاستثناء ده حضرتك احنا عندنا 165 سنتي شرط الطول للأولاد و155 سنتي شرط الطول للبنات، وشرط المجموع على حسب كل كلية 65 70 واتيفر. المهم ان حضرتك الاستثناء ده بيكون عن شرط المجموع كاملا، يعني لو الطالب بس او الطالبة ناجح ب50% واقل من الطول سواء للبنات او الولاد بيستثنى من شرط المجموع. اللي بيشفع له البطولة اللي محققها بيشفع له بطولة، سواء بطولة عالم او بطولة اولمبياد او بطولة افريقيا او بطولة جمهورية.
كتير قوي من ابطالنا، يمكن دي كويس ان حضرتك معانا النهارده، كان بيلاقي مشكله كبيره ان هو يمكن وقت الامتحانات بيصادف ان في حدث رياضي هو مشارك فيه، سواء كان بطوله افريقيا او بطوله اولمبيه، فلا اما يضيع عليه السنه لا اما يعمل تاجيل. هل الناحيه دي الحمد لله تداركتوها زي معظم الكليات العالميه، ان دايما بيبقى رابط نقول الحدث الرياضي بالدراسه مش الدراسه بالحدث الرياضي؟ والله حضرتك يعني السؤال ده مهم جدا وسؤال وجيه جدا مع حضرتك، انا بشكر حضرتك عليه. الله يخليك. انا من خلال دراستي في الولايات المتحده الامريكيه، انا الدكتوراه بتاعتي في الولايات المتحده الامريكيه، واخد دراسه التدريب الدوليه من جامعه لايبزيج في المانيا. أيوة. الابطال الاولمبيين والابطال الدوليين هناك بيراعوا مراعاه شامله كامله تامه، من حيث ان هم بيتفرغوا من خلال معسكرات، عشان ده راجل بيمثل مصر تمثيل قومي ووطني. فاحنا الراجل ده احنا عندنا ابطال عالم في رفع الاثقال وابطال افريقيا في الدراجات في الفيوم، احنا بنراعيهم مراعاه كامله من خلال نسب الغياب. هو بس بيجيب لنا خطاب من الاتحاد او من اللجنه الاولمبيه أيوة. ان هو عنده معسكر او بطوله رسميه، احنا بنراعيه في نسب الغياب في الامتحانات بما لا يضر بالطالب ده اللي بيمثل مصر تمثيل قومي. كتير قوي من الانديه دلوقتي ومراكز الشباب بيلتجئوا التجاء صحيح دلوقتي، بيبعتهم يخاطبوا كليات التربيه الرياضيه بترشيح بعض الاسماء اللي هي ممكن تخدم عندهم ويستفادوا من قدراتهم سواء الاكاديميه او الرياضيه. هل ديت الحمد لله بقى في تواصل مع الانديه ومراكز الشباب اللي احنا بنشوفها، ولا على حسب ما هم يطلبوا؟ من خلال حضرتك السؤال بتاع حضرتك ده، طبعا مراكز الشباب والانديه احنا بنعد الطالب من خلال المواد والبرامج الأساسية الموجودة في الكلية. ده إعداد ماشي في جنب، والجنب الآخر إحنا شغالين في برامج ودورات تخصصية باستقدام جميع الاتحادات الرسمية، سواء اتحادات غوص وإنقاذ، اتحادات كرة طايرة، اتحادات الألعاب المختلفة، اتحادات المناسبات المختلفة، لإعطاء جميع الطلبة على جميع التخصصات بما يخدم سوق العمل، سواء في التدريب أو التحكيم أو التدريس أو الإدارة. تمام. واحنا الحمد لله يعني احنا يعني ناجحين في المجال ده او في الاتجاه ده نجاح كامل الحمد لله. ولسه مستضيفين كابتن نصر شعبان، يعتبر رئيس لجنه حكام في اتحاد الكره الطايره، كابتن علي عبد السلام سكرتير لجنه حكام، ولسه مخلصين الدوره دي عندنا في جامعه الفيوم. كذلك احنا استضفنا استاذنا الدكتور محمد أدري بكري رئيس الجمعيه العامه لعلوم الصحه والرياضه والترويح في اعطاء دورة في التربية الصحية. كتير من الطلبة بيحبوا التخصص سواء كان داخل الدراسة أو حتى بعد التخرج. هل الحمد لله في كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم في التخصص زي ما نشوف في تخصص مصارعة، سباحة، أو على حسب ميول الطالب وبطولاته، ولا بتبقى الدراسة جنرال بياخد البكالوريوس ما بيبقاش في تخصص في شعب عامة؟ تمام يا فندم. احنا عندنا حضرتك الدراسة لمدة 4 سنوات، 8 فصول دراسية. بنتخصص زي ما حضرتك بتقول كده في جميع الألعاب وجميع المنازلات. وإن شاء الله في حاجة جاية إن شاء الله خلال الشهر القادم، إن احنا نعمل تخصص غوص وتجديف. إن شاء الله هيبقى على بحيرة قارون، وإن شاء الله معالي النائب أستاذ الدكتور خالد عطلة، أستاذ الدكتور أشرف رحيل رئيس الجامعة خصصوا لنا مبنى إن احنا نعمل بالاشتراك مع اتحاد التجديف تخصص تجديف، هيبقى لأول مرة في كليات التربية الرياضية. كتير قوي من الطلبة أيضا يمكن محملين هذا يمكن السؤال، بيقولوا يا ريت النهارده يبقى في قسم التشريح داخل كلية التربية الرياضية، لأن العضلة بيبقى لها اتجاهات مختلفة. يمكن حتى الطبيب اللي بيشتغل في المجال ده ما عندوش دراية لأنه ما مارسش رياضة، هو بياخدها من الناحية الطبية، إنما الطالب هو اللي مارس رياضة، عارف إمتى بيحصل كرامب، بيحصل تمزق، بيحصل إصابات أربطة. فليه دايما الطلبة ما بيخشوش في هذا الاتجاه، عشان حتى لما بيشتغل في أي نادي أو أي منتخب بيبقى عنده دراية كاملة؟ تمام. سؤال حضرتك جميل جدا. احنا زي ما قلت لحضرتك الدكتور أدري بكري استاذنا كان لسه عامل دوره في الاصابات والتدليك والتاهيل البدني والحركي. واحنا الدوره دي اشترك فيها 265 طالب وطالبه، وناس اشتركوا فيها من خارج الجامعه. الدوره دي زي ما حضرتك بتقول بتاهل الطالب ان هو يقدر يعمل الاسعافات الاوليه. أيوه. زي الكرامب، زي الاسترين، زي الاسبرين، زي الخلع، زي الكسر. كل الحاجات دي اتعمل تأهيل عملي على الإصابات والإسعافات الأولية لجميع الطلبة والطالبات وجميع أنواع التدليك.
الطالب او الطالبه اكتسبها وخد بيها شهاده ان هو مؤهل ان هو يمسك نادي او مدرسه او منتخب مصر حتى في الرياضات دي. كل الناس بتنادي ان ترجع الرياضه لعصرها الذهبي زي ما كنا بنشوفها طبعا حتى في المرحله الابتدائي، وكماده اساسيه النهارده فيها اختبارات، فيها نجاح، فيها رسوب، عشان لان المجتمع اللي هو قايم على زي ما الكلمه اللي بنقولها الجسم السليم في العقل السليم، الجسم الرياضي الممشوق القوام ده بنلاقيه ناجح في كل شيء. الماده دي ان شاء الله هتتم ادخالها في الجامعات بدايه في كل التخصصات، ولا دي لسه برضو ما اندرجتش؟ والله انا كنت يعني استاذن حضرتك اتفضل. في ان انا اوجه الشكر لزعيم مصر وقائد مصر معالي وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو خلى الرياضه كماده اساسيه في التربيه والتعليم. تمام. ودي بدايه زي ما بتقول حضرتك، دي بدايه ان الرياضه تبقى مبدا حياه. كمان خلى اللياقه البدنيه والصحه كماده تدرس لجميع كليات الجامعات المصريه. تمام. فانا من خلال برنامج حضرتك المحترم انا بوجه له الشكر والتحيه، وبوجه له رساله ان يا سياده الرئيس احنا عاوزين اهتمام حضرتك بمدينه الفيوم الجديده اللي هيبقى فيها اول كليه للتربيه الرياضيه في محافظات الصعيد على مساحه اكتر من 70 فدان. فاحنا عاوزين رساله للرئيس ان يبقى فيه اهتمام بالكليه دي لانشائها، ودي هتعمل معامل جذب جامد جدا للسكان في مدينه الفيوم الجديده، زي ما الرئيس بيقول احنا عاوزين المجتمعات والمدن الجديده تتعمر. فبدايه تعمير مدينه الفيوم الجديده من خلال الاهتمام بانشاء جامعه الفيوم الجديده وكليه التربيه الرياضيه اللي هتبقى قريه اولمبيه على مسافه 70 كيلو متر بس من القاهره، وهتبقى منتجع لجميع المنتخبات القوميه المصريه والمنتخبات الاجنبيه والنوادي الاجنبيه. اكيد الرئيس الحمد لله ما فيش حاجه فيها بناء مصر الحديثه الا طبعا. بمجرد ما بيبقى فيه حاجه لخدمه المواطنين على طول بيبقى فيه تلبيه، واكيد ان شاء الله ربنا ينولكم باذن الله هذا المطلب الجميل. ان شاء الله. نرجع للدكتور حمدو، بنتكلم النهارده عن كليه التربيه. هل بتشوف اللي بيبقى متقدم اكتر كل سنه والتخرج بيبقى من الفتيات والبنين بنفس المستوى، ولا كتير قوي من اولياء الامور برضو مازال نقول الثقافه عندهم ان اللي بيخش تربيه رياضيه للفتيات هي لا اما اللي هي مجموعها اجبرها على كده او واخده بطوله مش هي داخله برغبتها؟ والله حضرتك ده سؤال جميل جدا. ان نسبه الاقبال من الفتيات عندنا في الفيوم انا عندي السنه دي 687 طالب وطالبه. ايوه. نسبه الفتيات التلت للتلتين. يعني انا عندي حوالي 200 طالبه في سنه اولى، واحنا كفيوم احنا نعتبر كاول الصعيد. يعني برضك زي ما حضرتك بتقول في اتجاه او في تقليد ان البنات عيب ان هي تمارس رياضه والكلام. لا، الكلام ده الحمد لله المجتمع الفيومي تقبل كليه التربيه الرياضيه بالفيوم بقبول حسن جدا، والفتيات في اقبال جامد جدا. ومش عايز اقول لحضرتك ان المجاميع بتاع الفتيات اكبر من مجموع الطلبه اللي دخلت الكليه. يعني مجموع الفتيات فوق ال 80% النسبه المئويه بتاعتهم. تمام. واقبال عن حب وعن اقتناع بدخول كليه التربيه الرياضيه. دكتور حمدي، دايما في كل الدول المتقدمه بنشوف ان التربيه الرياضيه دي يمكن من اهم الكليات اللي هي اللي بتصنع كل الابطال الاولمبيين، وبتصنع ايضا الخطط لكل الدورات اللي بتقام على اي دوله او بتقام من خلال طبعا موسوعه رياضيه بيتم العمل بيها. هل بتشوف النهارده كليه التربيه الرياضيه في مصر بوجه عام الكليات كلها بتقوم بالعمل على اجمل وجه، ولا ما زال برضه عايز تاخد حقها ككليه من الكليات اللي لها اساس في المجتمع المصري؟ والله الحمد لله احنا ابتدينا نحط رجلينا على الطريق الصحيح. احنا الموضوع حضرتك ان احنا نعرف المشكله دي اهم حاجه للحل. احنا عرفنا المشكله وسياده الرئيس بتوجيهاته بجعل اللياقه البدنيه زي ما قلت لحضرتك قبل كده في المدارس والجامعات كماده اساسيه. احنا ابتدينا نحط رجلينا على الطريق الصحيح. ان احنا نعرف اهميه الرياضه ايه التشريح زي ما حضرتك بتقول. عضلات الجسم دي كم عضله؟ أيوة. العظام المكونه للجسم، الحركه دي بتتم ازاي؟ احنا عندنا في التربيه الرياضيه التدريب ده مرتبط بجميع العلوم الحياه. ما بقتش التربيه الرياضيه زي زمان. احنا بقى في اقتناع والمجتمع عرف ايه اهميه الرياضه، وعرف ايه اهميه الرياضه كاسلوب حياه في بناء الشخصيه وتطوير الفرد وتنميه الفرد وتحسين صحه الفرد
وانت حضرتك دلوقتي انت بتبني رياضيين، وبتبني انسان، وبتبني بني ادمين منتجين وقادرين على الانتاج. انت لما بتدي الراجل ده صحه ولياقه بدنيه افضل، الراجل ده بيبقى افضل في الانتاج اكيد طبعا من غيره. ويمكن حتى بنشوفها، حتى معظم الاطباء الجراحين حتى لو ما كانش بيمارس رياضه ما يقدرش يقف على رجله 5 6 ساعات وهو بيعمل جراحه. طبعا. كذلك العامل لو ما هو ما عندوش لياقه ما يقدرش يقف على المكنه 5 6 ساعات. طبعا. فيمكن لازم الرياضه تبقى هي شيء اساسي في حياه الانسان. يمكن الرئيس من خلال طبعا الفتره الاخيره ما يمكن من خلال نظرته الثاقبه قال لك بنشوف في مصر بقى نسبة البدانة عالية طبعا نتيجة ان عدم الاهتمام بالرياضة طبعا، وفي نفس الوقت ما فيش توجيه صحيح. مزبوط. فتبقى فعلا كلية التربية الرياضية هي المنبر الحقيقي للتخلص من السلبيات في المجتمع. دكتور حمدي، بنرجع لنقطة أهم أخرى وهي رسالة الدكتوراه والماجستير. هل دي بتبقى بالأولوية للأبطال ولا اللي بيحضر سواء كان طبعا هاخد بطولة أو مش واخد، أهم حاجة يبقى التحضير صح؟ تمام يا فندم. احنا عندنا في برامج الدراسات العليا عندنا دبلوم التربيه الرياضيه في الاداره والتدريس والتدريب، وعندنا الماجستير وعندنا الدكتوراه. تمام. الماجستير في بعض الكليات اللي بتشترط ان الطالب لازم يكون حاصل على تقدير جيد على الاقل. وان لم يكن حاصلا على تقدير جيد على الاقل بينزل بياخد دبلومه الاول وبعدين بيخش على مرحله الماجستير. والماجستير عندنا في جميع التخصصات. ايوه. عندنا في تخصصات الالعاب الجماعيه، عندنا في تخصصات الصحه الرياضيه، عندنا في تخصصات التدريس، عندنا في تخصصات الاداره. في جميع التخصصات. انما لابد من الحصول على الدكتوراه، ان هو يحصل على الماجستير الاول طبعا زي ما عليك عارف، ويحصل على الدبلوم اولا. دكتور حمدي، دايما من خلال طبعا لقائنا بحضرتك وكموسوعه علميه وراجل بتفهم في الرياضه جدا، شايف النهارده من وجهة نظرك هل لازم وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم يبقى في خطة متكاملة بينهم عشان يبقى في ربط بين الرياضة في المرحلة الأساسية مع الجامعية، ولا صعب دي تتحقق؟ والله الاتجاه ده دلوقتي احنا شايفينه في أستاذنا الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وأستاذنا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. احنا عندنا جميع الايفنتات اللي معموله في جامعه الفيوم على سبيل المثال بتبقى تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه. أيوة. والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. تمام. وان كان معاليهم عندهم وقت بييجوا يحضروا المهرجانات دي. على سبيل المثال احنا عندنا ان شاء الله برعايه الاستاذ الدكتور اشرف رحيل رئيس الجامعه، الاستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعه، عندنا على بحيره قارون، وانا بوجه الدعوه لحضراتكم ان انتوا تحضروا الايفنتات دي، تشرفونا وتنورونا. ان شاء الله. عندنا 5 ايفنتات في وقت واحد. يوم 31 مارس حضراتكم عندنا فندق كليه سياحه وفنادق اسمه النور عاملين عليه الايفنتات دي. تمام. عندنا تجديف ثابت وتجديف في بحيره قارون، عندنا مهرجان للالعاب الالكترونيه، عندنا مهرجان للطائرات الورقيه. فحضراتكم يا ريت تشرفونا، وده هيبقى تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وتحت رعايه الدكتور خالد عبد الغفار، وان شاء الله نتمنى لو وقت حضراتهم يسمح ان هم ان شاء الله يشرفونا. ان شاء الله. الاستاذ الدكتور حمدي نور الدين منصور عميد كليه التربيه الرياضيه جامعه الفيوم، بنشكرك على لقائك وحضورك معنا النهارده. افدتنا كتير وافدت المشاهدين عن كليه التربيه الرياضيه والتخصصات وايضا الالتحاق بها. نتمنى تكون رسالتك وصلت لكل محب وعشاق الرياضه. شكرا. ان شاء الله. متشكرين جدا يا فندم. مشاهدينا الاعزاء، زي ما شفنا مع بعض قد ايه النهارده ان صناعه النجوم وصناعه الابطال لازم بتيجي من الاساس، من القاعده الرياضيه الاصيله، سواء كان من الجامعات اللي فيها تخصصات زي كليه التربيه الرياضيه او المنشات الرياضيه اللي في النهايه بتخدم في النهايه المجتمع ككل، وبتخلق جيل متكامل بدنيا ونفسيا وعقليا. وفي النهايه بنقول اي دوله بيقاس دلوقتي بابطالها وبطولاتها والاولمبيات اللي بتقام على ارضها. اعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا من برنامجكم الابطال، وعلى وعد بلقاء جديد. نشكركم والى اللقاء.